دفنه. صحيح. لكن للأسف حدثت أعمال شغب في هذا الشارع تحديدا. الجالية الجزائرية، وأنا كان عندي مقاطع فيديو يمكن موجودة عندي الآن محتفظ بها في الفيسبوك. الأخوة الجزائريين نهبوا وسلبوا الماركتات والمولات وتركوا المتحف الذي يبعد أمتار عن أماكن تواجدهم، ولم يأخذوا الجماجم، تركوها. لذلك أنا أعتبر هذا الشعب بحاجة إلى وعي، بحاجة أن يخرج منهم أصوات متعقلة، أصوات معتدلة، لنحاورهم في البثوث، لنتعلم على ثقافتهم، لكي يكونوا منفتحين لا منغلقين على دول العالم. أخي أنت تعرف الأخوة الجزائريين ليسوا مشكلتهم فقط معكم، حتى في دول أوروبا، حتى عندي في كندا. يعني أنا أشوف كل المشاكل من الأخوة الجزائريين. يعني سبحان الله، هذا الشعب لا يتأقلم ويرفض التأقلم. أنت ما بعرف سمعتوا على فضيحة الجنرال غالب القصير في سويسرا؟ صحيح، نعم. طيب هل سمعتوا عن فضيحة رفيق الخليفة الذي أنشأ إمبراطورية مالية ضخمة ثم نهب أموال الأخوة الجزائريين وهرب؟ نهب الأموال أكثر من 8000. هؤلاء اللي أذكرهم كلهم قادة معروفين في الجزائر. يعني هل يعرفون كم هو حصة عبد المجيد بن تبون في شركة سوناتراك؟ يعني هذه الأمور المفروض يهتمون في مشاكلهم الداخلية وسياستهم الهشة. وديون الجزائر تجاوزت 95 مليار دولار الآن في صندوق النقد الدولي. لكن شوف، لنكون صريحين دكتور سامان، لنكون صريحين. أي نظام ديكتاتوري دائما وأبدا يحكم عن طريق خلق عدو وهمي سواء خارجيا أو داخليا. هذا الشعب الجزائري عايش على أساس أن كاين عدو للشعب مخلوق، هو عدو وهمي، واحد اسمه المروك، ودابا حاليا المروك وجميع الدول العربية. والشيء الثاني هم اليهود، مصنوعين في دماغ العقل الجزائري فقط. وفي الداخل هناك جبهتان انت عارفهم، حركة رشاد وحركة الماك. يعني الجزائري يعيش وكأنه يصارع من أجل البقاء. ذلك الصراع هو فقط صراع وهمي، لأنه لا وجود لعدو لهذا الجزائري. صحيح. شوف، أنا أشبه الأخوة في الجزائر بجارة السوء كما عندنا في إيران. فإيران تصدر الميليشيات للدول الجارة، ونحن أخذنا حصة الأسد منهم في الميليشيات في العراق. هناك أكثر من 62 ميليشيا عندنا تابعة لإيران. وللأسف تصدر، والأخوة الجزائريين يصدرون الشعارات والعنتريات. لم نشهد أي دور إيجابي للأخوة الجزائريين في المنطقة على مر التاريخ، ونستطيع أن نلخص تاريخهم في 4 أسطر لا أكثر. يعني هذه الدولة إلى الآن ليس لديها وثيقة رسمية لاستقلالها. هذه الدولة لا تعترف بحقوق مواطنينها في الداخل، فما بالك في الخارج، وما بالك في دول الجوار الذين تورطوا بهذه الجارة. لذلك أنا ما أحب أخذ وقت غيري، ولا أسعدني تواجدي معكم. أنا متابعك من فترة. تحياتي لك أخي العزيز، يسعدني متابعتك. أنا أيضا والله يسعدني متابعتك. مرحبا بك. مرحبا بك أخي، مرحبا بالشعب العراقي، لكم منا كل الاحترام والتقدير. لك ولكم مني كل الحب والاحترام، وتحياتي لأهل المغرب. أنا زرتها أكثر من مرتين وسأتواصل في زيارتها، ونتمنى أيضا أن نزور الجزائر إذ ما نافسوا دول شمال الأفريقيا وأصبحوا مثلهم من حيث البنى التحتية، من حيث الأسلوب والأخلاق والرقي وأسلوب الحوار. لذلك هذه أمنيتنا ودعاؤنا لهم، عسى الله أن يصلح حالهم. وتحياتي. يا رب آمين، يا رب آمين. مرحبا بك أخي في المغرب وهو بلدك أيضا. مرحبا بك، نورتني. جميل والله، جميل. طرحك جميل وأسلوبك أجمل، وأنت إنسان أرقى وأجمل بكثير. تحياتي لكلماتك الجميلة والله. كل الحب للمغرب حكومة وشعبا. تحياتي لك، ونسأل الله أن تكون العراق كما عهدناها دائما إمبراطورية الحضارة، إمبراطورية الثقافة.
صحيح. جزيلا لك أخي العزيز، الله يخليك. الله يكبر بك. وما أرقاني في حديثي هو كلمة أنه نتمنى كل الخير للجزائر، وهذا ما نتمناه كذلك نحن مغاربة، أن يكونوا في أبهى حللهم، وأن يكون لهم استقلاليتهم واستقلالية الفكر قبل كل شيء، ويتعلموا يخدموا على أنفسهم وما يخدموش من أجل الشردمات الانفصالية يا ربي. نعم، حتى كلامه كان واضح، كلامه موجه للنظام الجزائري، صحيح. لم يكن موجه للشعب، هو كلامه كان موجه للنظام الجزائري، وتحدث عن من يسلبون أموال الشعب الجزائري، يتحدث عن من يتلاعبون بمصير الجزائريين، وفي النهاية دعا للجزائريين بشيء واحد، أن ينصلح أحوالهم، يعني أنهم يكونوا إذا إنسان يريد لهم الخير ولكن يرى بأن خيرهم ذاهب مع النظام الذي يسلبهم فيه، يوضح لهم من هو العدو الحقيقي ديالهم. لذلك أعجبني ذاك الفصل اللي دار. جاسم، تحياتي لك أخي جاسم، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبأهل الإمارات جميعا. مرحبا بك جاسم خويا، نورتينا. طيبين. يا وني بك يا وني. بعدكم مستمرين في النضال، ها؟ أشوفكم مرات أمر عليكم التاريخ، يوم أشوفكم متعمقتوا في التاريخ أنا أشرد ما أعرف مواضيع التاريخ، مخي يوقف، ترى وثائق ودلائل وتواريخ وكتب. أشوف الجزائري المسكين محشور تحت بعد مهتم بالقفطان والطاجين. انزين، شو اسمه الأخ العراقي مداخلته كانت جميلة وأسلوبه سلس وواضح، مع أنه حتى متحرر من اللهجة وأسلوبه جد جميل. قال انه يتمنى يزور الجزائر. انا كنت دوم ازور الجزائر، واخر زياره كانت قبل 12 يوم اظني او 13 يوم. صراحه كانت اخر غلطه في حياتي ارتكبتها، اخر غلطه، لان صارت في ناس تعرف وفي ناس ما تعرف، صارت وايد مشاكل اخر مره في اخر زياره. والاخ العراقي اذا ودك تروح تزور الجزائر اظني انصحك تقريبا انا سويت عمليه حسابيه يمكن بعد 65 لين 75 سنة لين تخلص حقبة الجنرالات وتخلص الحقبة هذول اللي درسوهم وبرمجوهم عن كل بلدان الدول العربية. بقدر أرحب كل بلدان الدول العربية هي ضدهم، والكل عدوهم، والكل متحد ضدهم، والكل يتآمر ضدهم، مع أن نظرية المؤامرة اللي اخترعها أساسا فاشل في حياته. كل الفشل عندهم إلا هو مؤامرة. إلا أنت قلت شيء عن دول الخليج. بالنسبة للشعب الجزائري، كل متحضر في دول الخليج أو كل متقدم في الدول العربية عامة، كل إنسان يحترم نفسه وكل إنسان متصالح مع نفسه، هو إنسان مطبع وعميل وخاين. هذه أول مفاهيم اللي أعطوها جنرالات حق الشعب. أنتوا فاشلين لأنكم أحفاد الشهداء وأنكم أحرار، بس البلدان الثانية ناجحة لأنها عميلة ومطبعة. الشعب الجزائري يبغى التصالح مع نفسه، لأن زمان كنا نلوم النظام، كنا نقول النظام هذا النظام الحاكم هو الفاسد، هو اللي مدمر الجزائر. احنا ندري يعني بعد يعني نفس النقطة، بس المصيبة الحين الشعب خلاص سلم نفسه، حتى هو تبرمج، يعني مستحيل انك حتى زعزعة افكاره صارت صعب انك تزعزع فكرة في مخ جزائري. حتى لو جبت البراهين والدلائل، لو استعنت بالقرآن ولو استعنت بالكتب ولو استعنت، حتى لو جبت جده من القبر وقال لنفس الحكاية ما يصدق، هو خلاص تبرمج. الشعب مو حتى برمجة، يعني البرمجة يمكن عنده مدة من بعد رمضان لين الحين تناقش اي جزائري، بس انك تزعزع فكرة في داخله صعب انك تزعزع الفكرة هاي في داخله، لان يشوفك انت اساسا ما يناقشك بفكرتك، يناقشك في شخصك. اول شيء يسألك انت من وين، انت ماذا وانت ماذا وانت ماذا، يتهمك في شخصك، ما يناقش الفكرة اللي عندك وانت الفكرة اللي جاي تناقشها. يعني خليني انا فنزويلي انا او سوداني او غيره، اهم شيء ان عندي فكرة جاي اناقشك فيها. الموضوع الوحيد اللي يقدر يناقشك فيه الجزائري هو اذا في موضوع عن الاعراض، عن الجنس، عن الخرابيط هاي، الضرب في النساء والحريم والسب القذف ضرب اسم جلاله غيره، هذا ما في شيء، غيره ما في شيء. اضطرت للنقطة الثانية اللي هي الاخ الجزائري اللي قال انه في المظاهرات او في كرة القدم او كذا وكذا وكذا. دوم اتكلم في بثي عن النقطة اللي يوم طلعوا ايام خسارة المغرب امام جنوب افريقيا. يعني حتى في ناس كنت اكلمهم، انا امس اكلم واحد محطي علم جنوب افريقيا وانا اتحرى من جنوب افريقيا، اقول له هل تتكلمون العربية في جنوب افريقيا؟
محطي علم جنوب افريقيا ويحاول. اخر شيء قال لي انا جزائري. قلت له زين ليش محطي علم جنوب افريقيا؟ اللي قال لي ان هذه جنوب افريقيا هي اللي هزمت اخوالك. قل له اخوالي ما يلعبون كرة قدم. انا ما فهمت، هو يحاول يمرر كلام بس انا ودي اسوي عمري غبي عشان هو يطلع اللي عنده. قال لي انت دوم موقف مع المغرب وهاي جنوب افريقيا هي اللي طلعت المغرب، يعني انت مبسوط عشان جنوب افريقيا هاي طلعت المغرب؟ يعني انت رؤسائك ايام 8 7 اكتوبر 7 8 9 10 اكتوبر ايام غزه ما استطعتم انكم تطلعون تظاهرون نصرة لغزه، وبحجه ان خوفا ان المظاهرات تاخذ مجرى ثاني، خوفا من ان المظاهرات، هكذا برر المسؤولين الجزائريين والاعلام الجزائري عدم طلوع الشعب للشارع نصرة لغزه. الكل العالم طلع قالوا احنا خايفين ان المظاهرات هاي تاخذ مجرى ثاني والشعب يسوي كذا ويسوي. اساسا اول شيء هم واثقين في الشعب ولا عندهم كنترول على الشعب، هذا اول شيء. ثاني شيء انتم خايفين من المظاهرات تاخذ مجرى ثاني، بس لما خسر المغرب امام جنوب افريقيا طلعتم بالملايين. لماذا لم تخافون حتى انكم كنتم مستعدين؟ الشرطه تناظر للشعوب يحتفلون يدنسون علم دوله جاره مغربيه مسلمه، يحتفلون ينفذون الشعارات على اساس كنا انتصار، كنا فلسطين تحررت. هاي مجرد مباراة كرة قدم، واللي كان يلعب ضد دولة ثانية هو دولة مسلمة جارة، دولة طالبت بتحريرك في الأمم المتحدة. أول من نطق باللغة العربية هو محمد الخامس. صحيح. دولة كانت تدعمك بالمال وكانت تدعمك بالسلاح وكانت تدعمك وكانت تخبي حتى اللي ينشردون من عندك من الجزائر يتخبون في وجهه وفي المناطق هاي. قلنا انك شجعتهم في قطر، هاي مو مشكله، السياسه الرياضه تخربطون، بس انك ما تقدر انك تتظاهر انت مع القضيه والشعارات الفلتانه من طول من عرفناكم الشعارات الفلتانه، ودنا نحرر القدس ولا حررتوا شيء، وتجي ما تقدر انك تتظاهر نصره لغزه بس تتظاهر ملايين في الشارع نصره لجنوب افريقيا ضد المغرب في مباراه كره القدم. يعني مو بحتى الامور اللي طلعت عن السيطره اللي طلعت عن الامور. الشعب انا وصلت لمستوى انك تقول شعب مغيب خلاص. يجي اي واحد يقص عليه قصه يقول له ترى في المغرب كذا 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 يطلع الشارع. برمجوه على العدو الوهمي اللي هو المغرب، في الحين ان العدو الرئيسي هو فرنسا. في دول ثانيه هي عدوه، دول اكثر بكثير. المغرب ما يعتبر، المغرب لينحينا ما تشوف الملك المغربي يتكلم عنهم بسوء. الملك المغربي في اخر خطاب عنده يقول لكم خلكم في اخلاقكم، لا تردون على حد ولا تتهمون حد ولا تاخذونهم على محمل الجد. يعني بس بعض من الشعب هو اللي قايم بدوره في الاعلام بس كرد وليس كتهجم. انا اشوف البثوث كرد كتهجم، اما انك تروح البثوث الجزائريه وتحصل كل بثوثهم بحط لك ملابس داخليه في البث، او محط لك موز، او محط لك خرابيط، او كله عن النساء، او يتكلم كل بثوثه عن النساء. حتى اذا اتحدوا ويا واحد ثاني او جند جنود من دوله ثانيه كلهم على الحريم والنساء. المغرب يوم يجي يرد يسجل بثه يقول لا هذا المغاربه يتهجمون. لا الحبيب، هذا اعطاك رد على كلامك، لكل فعل رده فعل. لانك انهزمت في جميع النقاشات، يعني كلهم يوم يجتمعون في النقاش دوم هو مهزوم امام مو حتى المغربي، امام كل الدول العربيه. ويجيك يتكلم نقطه ثانيه اللي هي عن التطبيع، دوم نرجع لنفس النقطه. يوم تحاور يقول لك انا تطبيع، انا الجزائري على الراحات. قلت له يا حبيبي انت ليش زعلان من المغرب؟ قال عشان هم مطبعين. قلت له انتم كنتوا زعلانين اساسا من المغرب قبل التطبيع العلاقات او استئناف العلاقات. لا يقول له هذول عشان اسرائيل يتهني ويلست وتسوي لنا مناورات او خرابيط، هذه بطون بيت، بعد خرابيط بطون بيت عندهم في الحدود. قلت له زين انت تعرف من وين انشا الكيان الوهمي ذا؟ قال لي ايه. قلت له من وين انشا؟ قام يحكي لي بريطانيا وامريكا وروسيا وفرنسا وبلجيكا وهذول. قلت له زين انت عندك علاقات مع ذولا؟ قال لي ايه عندي مع بريطانيا. قلت له عندك علاقات مع امريكا؟ قال لي ايه. عندك علاقات مع فرنسا؟ هذا السؤال اساسا استنكاري انا اعرف جوابه. قال لي ايه عندي علاقات. قلت له عندك علاقات مع روسيا؟ عندك مع شيطان الشرق الاوسط اللي هو ايران؟ قال ايه. قلت له زين انت عندك علاقات مع من انشا الكيان، ليش تزعل من الكيان؟
ليش تزعل من طبع معك اياه؟ اذا انت تعرف ابوه ولا الشيطان ليش يزعلك الشيطان؟ يعني انت الياس عندك علاقه معي انا جاسم، شخصيا عندك علاقه مع جاسم. انت تدعمني بالغاز، تدعمني بالفلوس، تدعمني بكل شيء، بس زعلان من ولدي الصغير. انا من ربيت ذا الولد، انا من ربيته، انا من اصرف عليه، انا من انشأته، انا من حطيته. اما بالنسبه لمساله العدو الوهمي بالنسبه للشعب الجزائري، لازم الجنرالات اللي عندهم جنسيه فرنسيه، اغلبهم من جنسيات فرنسيه، هذول الجنرالات اللي عندهم الحاكمين، لازم يخلقون عدو او عدوين او ثلاث، عشان الميزانيه ما حد يطالب، الشعب ما يطالب حقه. لازم عشان التسلح، عشان العدو الوهمي، عشان كذا، واحنا نصرف على فلان ونصرف على اللاجئين المسلحين عشان نعطيهم كلاشينكوف، ونصرف على كذا ونصرف على كذا ونصرف على كذا ونصرف على كذا، عشان الشعب دوم يتم مغلوب على امره ويتهجم على دولة الخليج. يجيني يقول لي لا انت يوم تتكلم وياه يقول لك لا انت تاريخك سطرين وبلادك شبرين. لا يا الحبيب، انا دوم اردد نفس الجمله، انا اقول له تاريخي سطرين وبلادي شبرين وولد امس، بس عندي مليارين وما امسك طابورين، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل، ختام جميل. عموما والله أخي جاسم، نحن نفتخر بعلاقتنا مع دول الخليج جميعا، لما نراه منهم من وقوف إلى جانبنا وإلى جانب الوحدة الترابية المغربية. ما نستطيع قوله هو شكرا جزيلا لكم ولمواقفكم الداعمة دائما إلى الوحدة الترابية المغربية وإلى المغاربة. لم نرى منكم في يوم من الأيام لا سب ولا شتم ولا قذف ولا طعن، لا من نظام ولا من شعب. وإذا كان هناك فئة منا أو منكم خرج عن هذا الإطار فهو لا يمثلنا نحن كمملكة مغربية، ولا أنتم كمملكة الإمارات أو كدولة الإمارات. نعم، نحن بيننا وبينكم علاقات طويلة تجسدت في الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الإمارات، وكانت زيارة أسطورية والحمد لله. فكل شيء باين وكل شيء واضح أخي جاسم. صحيح، ولا ننسى شكركم على استقبالكم الأكثر من رائع لملك بلادنا. الملك لا يليق به إلا استقبال الملوك. الله يكبر بكم. هو الكلب طعمي عظمه. زين، شكرا، الله يحفظكم، شكرا على الاستضافه، والسلام عليكم، دمتم سالمين، وفرصه ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم. الله يكبر بك، الله يكبر بك. شكرا لدولة الإمارات الشقيقة العربية المسلمة على المواقف كيف قال إلياس الدائمة، والمواقف الدائمة اللي كتنهجها تجاه المملكة المغربية. أكيد طبعا. سي إلياس ولاله ملكة، سيدي الغزال، أهلا سيونس. الله يحفظكم لينا، وتنشكركم على هذه الاستضافة ديالي. أنا جد فخور وجد ما نكذبش لك سعيد للاستضافة، لأن شوف عرفت بحق المعاناة ديالكم. انا تعرضت لواحد السينيال جوج المرات، ودخلت في بعض اللايفات ديال المغاربه، والله ما نكذب عليك ما عمري ما خسرت الهضره، وتعرضت للسينيال ديال جوج الاسبوع ثم اسبوع، وعرفت بانه تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه، تتعاني وتدافعوا على القضيه الوطنيه. وانا من الآن خص عرفوا بأنه أنا كطبيب تخدير والإنعاش، ولكن أنا كوطني كمغربي كتمغربيت تنموت على بلادي، لأنه كاين بعض الإنجازات اللي عبرات على تفوق ديال النموذج المغربي. والله ثم والله غادي نبقى ندافع على القضية الوطنية الوثيقة واليقين. غنبقى ديما ندافع على الوطن وتنشجعكم، وتعرفت بالقيمه ديالكم، لانه خاص كاين واحد تنقولها لا ريزيليونس، هو الصمود. تبارك الله عليكم صمتوا، لانه تعرضتوا بزاف ديال الانتكاسات. انا تبعتكم تيحاولوا ينصاعوا باش
خرجوا من هذه المواقع التواصل الاجتماعي، ولكن انتم صمتوا وتنشكركم. وجميع المغاربه باسم جميع المغاربه تنشكركم على هذا الصمود ديالكم. وميرسي ميرسي لانه مشيتوا اليوتيوب، لانه اليوتيوب تيبقى في المواقع التواصل الاجتماعي. تيك توك سي اف ام ار دغيا تيمشي، ولكن خصنا نعرفوا بانه النموذج المغربي هو ناجح جدا، لانه عبرنا على اولا بانه القضيه الوطنيه ديال الصحراء المغربيه ساليناها، بقات القضيه ديال الصحراء الشرقيه هي اللي بقات دابا. وحنا دابا كنموذج مغربي على المواقع التواصل الاجتماعي تنجسدوا واحد التفوق ديال الاراء المغربيه. حنا تنعرفوا بانه الدبلوماسيه المغربيه متفوقه، ولكن تنتوما والله الا تقوموا واحد العمل رائع. يعني كل شيء تتصنت لكم، والله الا نقدر نقول لكم بانه الحكومه الجزائريه تتصنت لكم، والديغاس وجميع داك المسؤولين ديال لا سيكوريتي الجزائريه تتصنت لكم. وحنا هادشي اللي بغينا باش نمروا للشعب الجزائري الحقيقه ديال الواقع. اما حنا كمغاربه حنا جد فخورين براسنا كمغربيت، حنا في تنومو، حنا تدافعوا على القضيه الوطنيه، حنا تنميو المشروع المغربي ديال تحت الرياده ديال صاحب الجلاله الله يخليه لينا. كاين دي لين ديريكتريس حنا تنعرفوا بانه عبر المواقع التواصل الاجتماعي خصنا نفهموا، تكون واحد الذكاء، واللي فهمتوه نتوما الشباب انا جد فخور بكم بانه خصنا نمشيو في هذا المسار اللي جسدوا صاحب الجلاله حتى 2030 باش نمكنوا من النمو الاجتماعي والتفوق على المستوى العالمي. الحمد لله حنا وصلنا ليه، وتنشجعكم وانا معاكم، وانا غنكون فخور بكم فيما ندخل معاكم الاخوان والاخوات والاخت ملكه. والله الا تبارك الله عليك، vous êtes des vedettes, on est fiers de vous. خاصك الله تعرفوا يكبر بك سيدي يونس، شكرا. رغم انصياعات، رغم تيبغيو يطيحوا بكم، خاص تعرفوا بانه واحد 90% ولا 99% ديال المغاربه فخورين، والمغربيات فخورين بالنموذج ديال الشباب المغربي الذكي ومثقف. وتنتاكد بانه ثقفتوا اكثر فاكثر من دخلتوا لهذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، صحيح. قريتوا التاريخ وقريتوا بزاف تاع الحوايج، وليتوا اكثر ذكاء واكثر ثقه في النفس. الله يكبر بك سيدي الغزال، شكرا جزيلا والله. الله يكبر بك سيدي يونس. غير كتعقيب على كلامك. شوف انت اول حاجه غير باش ما عرفتش دكتور واش مازال معنا؟ دكتور مازال معنا ياك؟ نعم. اوكي شوف غير باش نهضروا صراحه، فصعيب ان انسان يطلع لعندك وعنده قيمه في المملكه المغربيه كدكتور ويقول فيك هذه الشهاده هذه، فكنظن شيء جميل. ولكن الاجمل منه هو ان التواضع ديال هاد الناس بحال هادو اللي في المملكه المغربيه واللي خلانا ان احنا وصلنا لهادشي. فاللي عنده الفخر انه يستضيف شي واحد فهما احنا، لان احنا اليوم كنتكلموا على انسان دكتور ما شاء الله عنده مهنه ماشي سهله، كنتكلموا على واحد الاطار في المملكه المغربيه ماشي انسان عادي، فاكيد عنده من الرصيد المعرفي والفكري ما يفوقني انا والملكه في 7000 درجه. ومع ذلك نرى منه هذه الكلمات الجميله، فانا كنقول له شكرا جزيلا لك. غير بالنسبه لليوتيوب حنا ما عندناش باج في اليوتيوب، ولكن كنقولوا لجميع المغاربه لايفاتنا متاحه لكم جميعا، اللي بغى ينقل فيها ينقل فيها، اللي بغى يدخلها يدخلها، اللي بغى يبارطاجي. حنا ما عندناش، ولكن هي ملك لكم. كنتكلم عن المغاربه طبعا، هي ملك لكم، خذوها. وطبعا حتى الشعوب العربيه الاخرى ملك لهم، اذا بغاو ياخذوا منها مقاطع او شي حاجه ياخذوها منها. ولكن مستقبلا غادي تكون قناة في اليوتيوب ان شاء الله باذن الله. نعم مازال فيها بعض الاشياء، ولكن ما غتكونش عندها علاقه باللايفات الشباب، غيكون عندها حاجات وحدين اخرين. يعني في اليوتيوب
باغي نديرو شي حاجه ولكن ما عندهاش علاقه زعما باليوتيوب. فعلى داكشي اللايفات ديالنا ما نقولها في اليوتيوب خذوها، ما عندناش مشكل. الحاجه اللي بغيت ناكد عليها انا قلتها قبيله وغادي نعاودها بحكم ان الدكتور شروكي طلع واشار ليها، فانا بغيت ناكد عليها. فكره ان الملكه او الياس او اي شخص يمثلكم هي فكره ممكن ان نديروا عليها اسقاط. بعض المرات نقول نعم يمثلوننا، وبعض المرات ممكن انني نقول لا يمثلونني. علاش؟ نحن نطرح افكار وكل نهار عندنا فكر جديد. من يتابعوننا ماشي روبوات، من يتابعوننا اناس ما شاء الله عليهم عندهم من العقول ما يكفي، بل هناك من يفوقنا علما وفكرا وكل شيء. فعلى داك الشيء نحن نحتاج الى امه والى شباب قادر انه يغربل، قادر انه يعزل الصالح من الطالح. مهما كان الولاء ديالك او اعجابك بمنصه، الاعجاب ديالك بتلك المنصه ما خصوش يوصل للنسبه ديال 100%. المعلومه مهما سمعتها الا وجب عليك التحقق منها. عندك فكر ديالك وعندك ايديولوجيا ديالك وعندك مسار ديالك، مهما سمعتي ومهما كانت الثقه ديالك في الياس ولا في الملكه، واياك ما تمشيش تقلب، واياك تكون من النوع اللي كتاخذ المعلومه وتطبقها. خذ المعلومه، ابحث عنها، واعرف ما هو صالح لك وما هو طالح لك، ومن بعد خذها. الياس والملكه ليسوا علماء ديالكم، وماشي حنايا اللي كنفتيو عليكم. نحن نتحاور فيما بيننا، ناخذ ونعطي. كيف ما نتوما كتعلموا حتى حنا كنتعلموا، كيف ما نتوما كتقولوا فكره نحن نناقشها في عقلنا، حتى انتم تناقشوا الفكره في عقلكم. من حقكم ما تتبناوش شي فكره حنا كنتبناوها، من حقكم ان يكون عندكم توجه اخر. اللي مهم هو يكون في اطار الاحترام والادب. احنا هنا في هذه المنصه لا نتعامل مع روبوات، احنا كنتعاملوا مع ناس اللي بالنسبه لنا حنايا هم اللي عندنا معهم شرف انهم يكونوا معنا. فعلى داك الشيء اذا كان شي واحد خصو يشكر شي واحد، فنحن انا والملكه اللي نشكركم، لان ننتوما بالفضل ديالكم باش حنا كاينين هنا. صحيح، بالفضل ديالكم باش حالين. صحيح، دائما وابدا كنقولوا الياس والملكه الا ما كانتش ثقه المتابعين ديالهم وثقه الناس اللي كيجيو، وحنا ما كنعتبروهمش يوزر، كنعتبروهم عائله ديالنا، واقفه معنا الوقت اللي طحنا والوقت اللي نضنا، واقفه معنا الوقت اللي غلطنا والوقت اللي كنا على حق، دائما وابدا في ظهورنا. فاحنا كنتوجهوا لكم بالشكر وبكامل الاحترام، وكنشكركم نهار نهار. وربي اللي شاهد وتيقول لك من احبه الله اعطاه محبه الناس، والمحبه ما كتباع ما كتشرى. بحسن النيه اللي عندنا في هذه المنصه كتوصل لكم المعلومه لانها خارجه من القلب وكتقيسكم في قلبكم. فاحنا بلا بكم، انا عاود نقولها لكم كيف ما كنقولوها دائما، انا والياس بلا بهاد الناس اللي كيتابعونا وتيختون فينا ما كنا غنسوا والو، وصوتنا ما عمره ما كان غيوصل. يعني بلا بكم نتوما الياس والملكه ما عمرهم ما كانوا غيكونوا. فشكرا لكم نتوما، وشكرا على الوقت اللي كتعطيوه وكتاخذوه من حياتكم. فوالله نقدر مجهوداتكم اللي كتحافظوا على هذا اللايف، تبارطاجيو اللايف، تكبسوا في اللايف، تبقاو تسناو فينا ميساجاتكم في الخاص. فبالعكس والله نتوما اللي خدمتكم وصلت هذا اللايف، ماشي حنا. احنا واحد شويه اللي وصلنا، قدرنا نوصلوا الفكره من خلالكم. اما كون ما كنتوش نتوما هذه المنصه عمرها ما كانت غتكون. شكرا لكم. تبارك الله عليك اخت ملكه، انا جد فخور بكم انت والياس، والله يعطيكم الصحه. ونخلي الاخوان يدخلوا وانا غنهبط. تحياتي لك، والله تحياتي لك. شكرا لك، نورتين والله، انا نورتين. شكرا جزيلا، تحياتي لك. جميل، كنظن وقيلا نبداو الملكه. واخا غير يستقر اللايف عندك شويه الياس، مازال الحال لا اللي بغيتي، لان 3 واخا احنا ما تنحبسوا اللايف.
واخا ماشي مشكل. نديرو السادسة مزيان. ستة ونص نحبسوا اللايف ياك. السلام عليكم. مزيان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لان سمحتي لي اخي حاكم واحد الدقيقه، لان الا بغينا نبداو هذا اللايف خص اللايف يكون واقف شويه. نعم. لان غنتكلموا بمصطلحات شويه. نتاسف للاخوه الجزائريين في الدين، لان هذا ليس كلامنا بل كلام كاتب جزائري من طرح هذا، وهو ترجمة لكتاب الأصلي أو مأخوذ من المصدر الأصلي العثماني بتقارير وإحصائيات عثمانية. احنا ما قلنا والو، احنا غنستافدوا بحالنا بحالكم. دونك اخوت نحاولوا نكبسوا عافاكم باش يوقف لو لايف على الصح، باش ماشي يلاه نبداو السياسة العثمانية نديرو بق ونهبطوا عاوتاني نصدقوا حالين عندي. نتمنى خير. نتمنى خير. نتمنى خير. ان شاء الله يا ربي. ضد امريكا. واخا سيدي واخا. حكيم السلام عليكم. وعليكم. اكيد تضحكي صح، ضحكه تاع شغل تاع اشراري. تفضلي. شو عليك علاش كتقولوا بحال هكا؟ والله تباني شريره بصح انت فيك هذيك الطبع شغل تاع نسم الحمام الياسا. يحب يلعبها شرير ما باش وعلاه بصح ما شي هو بدا يضحك. قلت لك تفضل. واش حتحكي بصح والله شو ما نكذبش عليك. باش عطيني واحد الدقيقه، عطيني واحد الدقيقه. سامع حبيبتي، واش مريم ديالنا الموديراتريس ديالنا المواضيع اللي كيعجبوني واش ديالنا؟ واش مريم صاحبتي؟ فين هي؟ هيا مريم، كتبي واش انت؟ عطيني دقيقه حاكم. مريم وين؟ هي شحال وين توحشتك يا اختي؟ شحال مستا؟ لا حتى انا شحال هادي ما شفتها. مريم اختي مرحبا بك والله الا توحشتك، اقسم بالله اللايف نور بلا بيك، والله كان شويه ظلمه ملي دخلتي انت نورتي اختي. مرحبا بك، توحشناك. كنتمنى المانع يكون خير يا ربي. مرحبا بك مريم. مرحبا مريم. وما نساوش نشكروا لي موديراتريس ولي موديراتور من المؤسسين ديال اللايف ياك. او عرفتي من الاوائل ديال اللايف المسانده الرسميه، وحنا ما كنساو حتى شي حد كان من الاول معنا. شكرا لك، الله يكبر بك مريم على داكشي كامل اللي كنتي كديري. ومرحبا بك اختي العزيزه، نورتينا. تفضل يا حكيم. يزيد فضلك. صح ما فهمتش علاش تكرهونا برك. هذا ما كان ملكه الشعب الجزائري. واش انا شفتكم شغل نتوما تحبوا تبيكيو الناس وباك الناس كي تبيكيكم تقولوا علاه، تقولوا زعما حاشا ولله واش كنكرهوا الشعب الجزائري؟ ما يمكنش. لا ياكم تشوفوا ديروا لي سوجي شغل اللي باش نتوما الميت تنوضوه، من بعد تقولوا لا حنا ماناش ضد الشعب وحنا ضد السياسه، وانتوما تكلموا شغل 90% شغل تضربوا الشعب. واخا احنا ما كنضربوش الشعب، احنا كنضربوا سياسه الدوله. واش دخل دوك السوجي اللي حديروه في السياسه؟ يعطيني دوك تفسير. شنو هو الموضوع ديال السياسه العثمانيه تجاه الاحتلال الفرنسي؟ صح انتوما 90% باين حضروا الكينيا هادو الامور. الكينيا لا نتهجم عن اهالي الجزائر، الكينيا نتكلم عن من يتكلم عن السياده. كاين بعض خوتك، شوف ما تجيش انت دير الفعل وتلومني انا على ردة الفعل. ما تجيش انت تكون جاهل للتاريخ ومراحل التاريخ بالحقب الزمنيه وتردني انا اللي ظالمك. لا، انا كنحلك عينيك باش تعرف بانه العدو الحقيقي ديالك هم آل عثمان زائد الفرنسيس البخيسين، ماشي انا عندما كنت احارب العثمانيين كنت احارب اي ملوك المراكشيين عندما كانوا يحاربون العثمانيين للاهالي اللي كانت تقدم البيعه لسلاطين العلويين. يعني على قبلكم انا كنت اتحارب مع العثمانيين، على قبلكم انا كنت كنبغي نسترجع الامجاد ديال المرابطين، وكنبغي ندخل البيعه اللي عندي تحت السياده ديالي باسم هذوك الاهالي لانهم كانوا معارضين للحكم العثماني. كنت كنطيح انا في المشاكل، وتجي انت ابن اليوم ابن 1962 زياده نظام جديد وتضرب لي كل شيء في الزيرو. انا خصني نفيقك. انا عندما كان كان الرسائل السلطان ديال عبد الرحمن انذاك في سنه 1828 29 27 انا كنت احميك. انا دخلت وتفرض عليا نظام الحمايه على قبلك. معليش انا استعمرت من 1912 الى 1956 على قبل الجزائر. معليش وانا دخلت سوق راسي
وشديت حدودي، كون اليوم انا ما يتقطعش ليا الصحراء الشرقيه ديالي. معليش ولو كان فيك الخير انت، لو كان عقلتي على هذا الشيء وما تجيش تهجم عليا في محاوله تقسيم ما تبقى لي من ترابي الوطني. معليش الملكه، انت قلتي على المرابطين. المرابطين ما تأسدش عندكم، تأسد في موريتانيا، وهذا هو المشكل. اذا دابا انت ملي كتقول لي بحال هكا، يعني ماشي على هذا هو المشكل. حنا دوك كي نحكيو تان على حقائق. اول حاجه ما سميتهاش موريتانيا. اول حاجه انت دابا كتبع ليا الفكر اللي بغى يطبقوا فرنسا هي من اختارت اسم موريتانيا، وما اختارتوش عباء هكاك. اختارت اسم موريتانيا، لا بل اختارت اسم موريتانيا باش تضرب في تاريخ المملكه الموريتانيه وشعب المور، لانها تعلم جيدا بان المكان اللي كان صعيب عليها